السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم طفيلات المعاليك بعد بخير واموركم زينة. نتمنى تكونوا بافضل حال. نتمنى تشاهدوا قناة اختكم رحمة، فيديو جديد نهار جديد اللي نشترك معكم واحد الوصفة اللي زوينة ما شاء الله. وصفة ديال الوجه، يعني الطفيلات اللي طلبوا لي ماسك ديال الوجه، يعني ما ياثر في الشمس ولا شي حاجة. الا درنا هذا الماسك مرقنا به ما ياثر ابدا. ماسك ساهل والصراحة راه داير ضجة يعني في مواقع التواصل ذا الشيء، وجربته على وجهي وزوين ما شاء الله. عدلته ما فت قص العيون، يعني ما فت خطيت المناسبه. ما شاء الله نقالي بشرتي رائع رائع، وراه معروف راه كلشي عارفينه. يا غير انا ضفت له اضافه واحده. هذا الماسك الا بغيتو ينجح معكم ولا بغيتو عندكم ديك النضاره وذاك التبييض وذاك الترطيب، ضروري تنقي بشرتك. راه لما نقيتي وجهك راه ابدا ما يجي معك ابدا، لان الماسك يبغي النقاوه، يبغي الوجه يعود نقي. اول شيء تعودي معدله الكوماج ولا غاسله بالغاسل. بحال اليوم درتي كوماج، نهار ثاني ما ديري كوماج، لان الكوماج تيجي مره في الاسبوع فقط. تفاهمنا الطفيلات؟ مي ديري هذا الكوماج تديري موراه الماسك ما شاء الله تطلعي النتيجه، يعني تتبان ديك الساعه تتبان لكم. تفاهمنا؟ ولا تغسليه بالغاسول مزيان، من بعد تديري طبقي الماسك. متى ديري هذا الماسك تتسالي تغسليه ملي عادي بالماء بارد، يعني ماشي ضروري تغسليه بالماء دافي ولا شي حاجه، الماء بارد. وتترطبي ضروري ما تطرطي. تفاهمنا الطفيلات؟ ترطيب راهو كلشي ما شاء الله. نيفيا ترطبي باي كريم عندك اللي ما فهمتي ترطبي بشرتك. تفاهمنا؟ ماسك ساهل الطفيلات، هي غير قماش كما قلت لكم. اللي ما فات تعدل السكر سنيده، القهوه، زيت الزيتون. يا غير السكر ملي تديريه بحال هكا في الكماش ملي ديريه لوجهك حاولي ما تقومي من الجهد، قومي لا بالشرور باش ملي تخرجي على بشرتك، لان البشره ديال الوجه راهي حساسه كيف بشره البيبي صغير. تفاهمنا؟ ولا تقبدي الكوك والقهوه وزيت الزيتون ولا زيت غريسيلين ولا زيت اللوز، هادو هما اللي زوين، يعني مرطب تتقومي به بشرتك وملي تستافد منه البشره. والكوماج لا عدته بشرتكم ملي تتقومي تتخلي واحد شويه 5 دقائق الى 10 دقائق، من بعد تغسلي وجهك. ما شاء الله هذا الكوماج تيصفي الوجه وتنقيه، يعني تتحيد الوساخ، يقلع الغبره اللي تتعود في البشره تيعودوا في المسام تي ماك شايفتيهم. يا غير داك الكوماج تينقي الوجه. تفهمنا؟ دوزو الماسك دريك اللي ساهل، ما بغيت نطول عليكم الفيديو. الماسك ساهل، اللي تجيبي بيضه بلديه، يعني تفضلكم بيض البلدي، لان البيض البلدي راه معروف تبارك الله في الوصفات يعطي النتيجه زوينه. يعني ملي ديري بيض البلدي في الوصفات تعطوا النتيجه ديالو. ما عندك ديري بيض عادي، يعني بيض عادي اللي تجيبيه اللي تقديها اللي تهرسي بيضه كامله بصفارها وبياضها، يعني اللي تخلطيه مزيان الصفار والبيض باش يندمجوا مزيان هي الاولى. من بعد تضيفي له ملعقه ديال الدقيق فرص، يعني الدقيق فرص اللي خاص بالحلويات، ماشي داك نعجنوا به الدار بحال خبز الدار، اللي خاص بالحلويات داك الفورص اللي يعود رقيق وملس. اللي كاين الدقيق تجبروه حرش. تفهمنا؟ ملعقه كبيره، وملعقه ايضا كبيره من قهوه عاديه ماشي سريعه ديال الذوبان، عادي اللي ديك اللي تتعود حرشه ديال العبار. راهي معروفه تتجلسي عند مول العطار تقول يعطيني قهوه ديال خاصه بالوصفات تعطيها لك. تفهمنا؟ هادو 3 مكونات. انا ضفت المكون الرابع اللي هو المايزينا. مايزينا زوينه راكم عارفينها في الترطيب في التبييض ما شاء الله. وهذا التوف، هذا ماسك زوين، طربيه مزيان، طربيه وعديه لوجهك راك غاسلتي كما قلت لك راك نقيتي. تديري هذاك الماسك مدته 20 دقيقه. 20 دقيقه راه ما تخطيه، راه اصلا سبحان الله تلحق ديك 20 دقيقه تنشف وجهك. يعني هذا الماسك تنفضلكم ديروا في الليل. لا درتيه في الليل تعودي وحدك قاعده ما معك حد. الله الا وحدنا ان شاء الله. تعودي قاعده يعني ما معدله همك متسقي على ولادك ولا والو، ماك معدله والو، قابله التليفون كيف هاك تتفرجي. عدي هذا الماسك 20 دقيقه، حس بيه 20 دقيقه وسير غسلي وجهك، راه تيجبد لك وجهك. راه ما تقدي كاع تكلمي حتى الاشارات تقدي تعدليها، ما تقدي ابدا. عفوا بيحس الكبر يلعبوا التريكه الصغار. قلت لك هذا الماسك ما شاء الله ملي تديري تيجبد لك وجهك، يعني ما تقدي ديري حتى شي حركه. حاولي انتي ما ديري حتى شي حركه. هذا الماسك روعه روعه روعه، راه قلت لكم انا جربته ملي كنت باغا نقص العيون. راه عدت هذا الماسك تبارك الله مده سيمانه ما شاء الله، نقالي بشرتي ما شاء الله. وتوف الطفيلات يا غير تنصحكم نقوا بشرتكم ديروا هذا الماسك.
زوين ما شاء الله. 20 دقيقه ديري ماك مخسره والو. عدليه في الليل فقط، ما تعدليه في النهار. نصحكم في الليل. في الليل علاش؟ ماك معدلها، ماك مخدمه فران، مالك مارقه تقداي ولا شي. وهذا توف وماسك زوين اللي زوين فيه الطافيله تمرقي الشمس، ما تخافي ما تخافي ابدا. وهذا توف. نتمنى على هاد الوصفه تنال اعجابكم. نتمنى اذا كنتوا حسن نظركم ما تنسوني من اللايكات تشجعوني قبالي، لان القناه طاحت التفاعل ديالها. نتمنى عليكم تحطوا لي لايكات باش القناه ترجع كما كانت. وهذا التوف والطفلات اللي طلبوا لي العجنه، قال لي راح ما حطينا شي عجنات بس سهله وبسيطه. الصراحه العجنه اللي تنعرف هما ثنتين. الاولى ديال الناس قديم، يعني ما فيها لا بتيكولا ولا اوكوبي ولا ما فيها والو. هادشي اللي خارج دريك ما فيها ابدا. الناس الاولى كانت رافده الصحه تبارك الله. من داكشي كانوا يستعملوا، كانوا يقبضوا كاع كل كرته اللي هي كوكو، اللي دقوا كيف هكا يديروها في قرعه، يكبوا عليها ما طايب ويخلوها ليله كامله لا نهار تاني تبي يخضوها. ما عندهم طحانه ما عندهم شيء، يعني يخضوا مزيان ويقرطعوا بكري ويشربوا. يسكن القلب كما نقولوا حنا، يقعد القلب يهز الصحه منه تبارك الله. يا سلام. وكيف درك عاد خارج العجب معجب، درك الدهين درك عادوا لا يقبضوا الدهنه ديال العيشه يخلطوا فيها الفريد ويدهنوا بها المناطق الانثويه يديهم وقرعين. ولا اله الا الله محمد رسول الله. راه كثرت الامراض، كثرت الوقت عتواعره. الانسان يحاول يحافظ على صحته ويعد شي حاجه طبيعيه، ما يمشي المسائل اللي فيها تهلكه اللي انت منهم قدام تندمي عليها. يعني انا بالنسبه لي ننصح نصائح فقط. يعني كل واحد الانسان حر في صحته وجسم ديالو. تجيني انا تقولي لي اعطيني وصفه ولا شي اللي نعطيك شي حاجه اللي طبيعيه ما لا يتاثر فيك ابدا. بالنسبه للعجنه الفيديو جاي ان شاء الله اللي نقول لكم العجنه الاولى والثانيه ديال القديم ديال الحاضر. قولي هادشي عاد فيه قديم وفيه جديد. يعني الصراحه يعني هادشي اللي خارج درك الناس درك باغي لا درك اللي خارج درك القديم نقول لك ما ينفعنا ما يزي فيه شي. يا غير لا صبرتي والقلب ديالك هاني ما شاء الله توكل يكون عبود من التمر يقعد فيه لوذك ما شاء الله تردي صحتك وتزياني وتنصقلي. وهذا التوف. نتمنى على الفيديو نال اعجابكم. تراقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله ديال العجنه اللي نذكرها لكم. ما تنسوني من اللايكات حق الله حق حطوا لي لايكات والتعليق ايضا كيفكم زوينه اللي نقراها بصميم قلبي. ولا نقول لكم هباس في رعايه الله. فيديو جاي ان شاء الله.